ملي كتهز تشرب كاس ديال الماء فراك كتشرب ماء ربما استحم به شي شخص في قديم الزمان، يمكن كان ملك ولا جندي راجع من معركة ولا حتى إنسان عادي عاش ومات قبل مئات السنين. الماء اللي في الكاس ديالك دابا ماشي جديد، هاد القطرة نفسها ممكن تكون دازت من بلايص ما تخيلناهاش، يمكن كانت في الأهرامات ديال مصر ويمكن دازت من يد جندي روماني، ويمكن استحمت به كليوباترا باش تحافظ على الجمال ديالها، ويمكن كانت غير دمعة ديال شي إنسان مظلوم. السر كامل كاين هنا، الماء ما كيختفيش وما كيتصاوبش من جديد، هو غير كيدور وكيطلع من البحار للسحاب وكيولي مطر وكيمشي للأنهار ومن بعد كيوصل ليك وكتشربو ومن بعد كيرجع للدورة ديالو من جديد. يعني نفس القطرة كتسافر عبر الزمان وعبر الناس وعبر الحضارات. والمفاجأة الكبرى، الأرض تقريبا عندها نظام مغلق للماء. هادشي كيعني أن الماء اللي كاين في العالم قبل آلاف السنين هو نفسه اللي كتشرب اليوم دابا. كل قطرة في الجسم ديالك أقدم منك وأقدم من البشرية كاملة بملايير السنين. والمرة الجاية ملي تحط الكاس في فمك بغيت تشرب، وقف لحظة وفكر مزيان باللي ماشي غير كتشرب الماء يلا تكون، بل كتشرب ذاكرة ديال الأرض. سبحان الله.